السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم دكاترتنا الغاليين؟ يا رب جميعا تكونوا بخير. هنبدأ النهاردة في الثيرويد جلاند، وزي ما اتفقنا هنقسم الموضوع بالنسبة لنا الانترودكشن الأول للغدة، وبعدين ناخد علو الغدة ونقصانه بشكل بسيط وسهل، لأن الفسيولوجي اللي هندرسه ونفهمه كده بشكل سريع هتلاقوه بيسهل الدرس بشكل كبير جدا. مش عايز أطول عليكم، يلا بينا. هنتكلم عن الثيرويد جلاند، وعندنا 3 توبكس فيها. أول حاجة الانترودكشن، تاني حاجه الهايبوثايروديزم، تالت حاجه الهايبرثايروديزم. هنبدا الاول في الانترودكشن وبعدين ناخد الهايبوثايروديزم باذن الله. ده كده الخريطه العامه للانترودكشن. عندنا في جزء اناتومي، في جزء هيستولوجي، في جزء فيسيولوجي، والانفستيجيشن. طب تقول لي يا دكتور الكلام ده موجود عندنا في الكتاب؟ موجود. هتلاقي في جزء كده في بدايه الثيرويد ايفالويشن للثيرويد فانكشن موجود الكلام اللي انا هقوله ده، لكني هضيف لك بعض الحاجات اللي تسهل لك الدراسه بعد كده. جزء الاناتومي ده بالكامل جزء جراحي، انا هقول لك تريكات تفيدك انت في الجراحه، لكن هي ما تهمنيش خالص في البطن. هنعرج عنها سريعا يعني. اول حاجه نبدا بالاناتومي، بفكرك ان ده جزء جراحي ليس باطني ابدا. اول حاجه الامبريولوجي، هتكلم فيها على حاجه اسمها الثيروجلوسال داكت، وده الشكل اللي بتنشا بيه الثيرويد. بص بقى على الرسمه الجميله ديت. الثيرويد بتبدا من مكان اسمه الفورامين سيكم. ايه الفورامين سيكم دوت؟ ده مكان ما بين الانتيرور 2 ثيرد الى البوستيرور 1 ثيرد بتاع التانج. حلو، هتلاقيها بت كده ديبريشن لجوه كده. ده البدايه بتاعت الثيرويد. بيبدا بعد كده انها تسافر زي ما انت شايف كده، تسافر في طريقها وتنزل لحد ما تنزل تحت الكريكويد كارتلج، عشان تبدا وقتها تكون الاسمث اللي ما بين التو لوبس بتوع الثيرويد جلاند. جميل، يبقى هي بتسافر لحد فين؟ لحد تحت الكريكويد كارتلج، وبعدين تستقر وتبدا ان هي يعني تاخد الشكل والحجم بتاعها اللي عامل زي الفراشه. طب بالنسبه للمسار اللي هي مشيت فيه الانبوبه دي، ايه اللي بيحصل لها؟ نورمالي الانبوبه دي بتتقفل وتختفي تماما، لكن ممكن يحصل ابنورماليتي، ودي هتلاقيها في جزء الجراحه درس عندك اسمه ثيروجلوسال سيست. يعني بدل ما الضغط دي تقفل وتختفي، لا ده فضلت مفتوحه وبدات تجمع جواها حته كده، فبدات تعمل ثيروجلوسال سيست. اشهر مكان ليها ادي دي اسمها الهايويد بون، اللي هي العظمه اللي هنا فوق ديت كده، الهايويد بون تحتها على طول، ده اشهر مكان انفرا هايويد، لكن بيجي في اي مكان طبعا. حلو، يبقى انت كده عرفت منشأ درس عندك في الجراحه في الانوماليز اسمه ثيروجلوسال سيست. تاني حاجه هتكلم عليها هي الكبسول. الكبسول هي دايما الحاجه المحيطه بالاورجن، يعني مثلا زي الليفر في كبسول حواليه، صح؟ هنا بقى عندنا كبسولتين للثيرويد جلاند. كبسوله صادقه عباره عن كونكتيف تيشو، واي كبسول في الدنيا يبقى كونكتيف تيشو، ودي الكبسوله الحقيقيه. حوالين الكبسوله دي في كبسوله تانية من طبقه فاشيا. الطبقه دي بنسمي يعني الاسم بتاعها فولس كبسول، لانها مش كبسوله حقيقيه للجلاند، مش جزء من الجلاند، وانما ده حاجه من الحاجات اللي حوالين الجلاند، فبنسميها فولس كبسول. الاسم بتاع الفاشيا دي اسمها بري تراكيال فاشيا. طب واحده واحده، هي الثيرويد جلاند مكانها فين؟ مكانها هنا يا دكتور، يعني قدام مين؟ قدام التراكيه. وبالتالي الفاشيه اللي قدام التراكيه اسمها بري تراكيال. بري تراكيال يعني اللي قدام التراكيه. فالفاشيه اللي قدام التراكيه دي بتعدي على الثيرويد جلاند، وبتبدا انها تلف حواليها كده وتعمل كبسول اسمها الفولس كبسول. ركز عشان انا بقول لك دلوقتي حاجات كلينيكال مهمه جدا، وهتحتاجها حتى في الجراحه وهتحتاجها حتى في الاوسكي، فركز معايا من فضلك. ده كده البري تراكيال فاشيا. طيب قبل ما اشاور لك على الحاجات اللي موجوده، عايزين بس نتعرف على كام حاجه. دي كده الهايويد بون، ثيرويد كارتلج، كريكويد كارتلج، وبعدين بنخش على تراكيال رينج، الحلقات بتاعه التراكيه. حلو، ودي كده الثيرويد جلاند. اللي بالاخضر هو ده البري تراكيال فاشيا. هتلاحظ ايه كده؟ تعال نشوف. هتلاحظ انها بتلف حوالين الثيرويد وبتعمل لها انكلوز، يعني تلف كده حواليها وتدخلها جواها، دي اول حاجه. طيب الحاجه الثانيه هتلاحظ انها من ورا كده في البوستروميديال بارت حصل كوندنسيشن للفاشيا ديت، يعني تخنت وعملت ليجامنت اسمه ليجامنت اوف بيري، ربط البري تراكيال فاشيا ديت بالكريكويد كارتلج، وبالتبعيه ربط الثيرويد بالكريكويد كارتلج. طب دي اهميتها ايه؟ انا دلوقتي اثناء عمليه البلع ببلع، ليه ما فيش مثلا شويه اكل او شويه ميه بيخشوا جوه اللارنكس؟ لان ربنا خلق لنا حاجه اسمها الابيجلوتس، اللي هو لسان المزمار. لسان المزمار ده بيقوم جاي قافل على اللارنكس، واللارنكس بتاعلى ولسان المزمار يجي عليها فيقفله، فيمنع دخول الميه او الفود اثناء البلع. حلو، يبقى اللارنكس بتتحرك مع البلع، طب تخيل كده لما تكون اللارنكس ديت مرتبطه ما هي الكريكويد كارتج ده جزء من اللارنكس، تمام؟ اللارنكس هنا ورا مرتبط بمين؟ مرتبط بالبري تراكيال فاشيا. يبقى بالتبعيه طالما الكريكويد كارتج هيتحرك شويه اثناء عمليه البلع، طبيعي ركز ان كمان البري تراكيال فاشيا دي هتتحرك. طب هي البري تراكيال فاشيا دي ماسكه في مين او محاوطه مين؟ الثيرويد جلاند. عشان كده من الحاجات المهمه في الكلينيكال لما تلاقي هنا في سويلنج كده في الرقبه وانت شاكك هو ده ثيرويد ولا مش ثيرويد، بتقول للعيان ابلع ريقك. لقيته بلع ريقه
ولقيت السويلنج ده بيطلع وبينزل مع السوولوينج او الديجليوتيشن، يبقى ده ثايرويد جلاند سويلنج. ده سويلنج طالع من الثايرويد جلاند. ليه؟ عشان الحته الاناتومي ديت. يبقى دي مهمه قوي في الاوسكي، مهمه جدا عندك في الاوسكي، ومهمه كمان في التفرقه ما بين الثايروجلوسال سيست والحاجات التانية اللي ممكن تبقى في الرقبه، عن طريق انك هتلاقي العيان دوت طبيعي لما بتقول له ابلع بتلاقي ان الثايروجلوسال سيست ده بيتحرك. وكمان لو قلت له طبعا طلع لسانك لانه مرتبط بالفورامين سيكا، دي حته كلينيكال يعني. يبقى اول حاجه عندي البيري ليجامنت دوت اللي رابطها بالكريكويد كارتريج هيخليها تموفمنت وذ سوالوينج، ودي حاجه مميزه للثايرويد جلاند سويلنج. ده الكلام ده مهم قوي. طيب ناخد حاجه تانية، تعالى ناخد حاجه تانية. هتلاحظ ان البريتراكيه الفاشيه كده لزقت هنا في الثايرويد كارتريج، بالفعل هي لزقت فيه، وبالتالي لو جت الثايرويد جلاند تكبر لفوق هتقف عند الحته دي، مش هتعرف تعديها لان هنا في لزق، في لاين مرتبط ما بينهم، فمش هيكون قدامها غير انها تبدا تنزل لتحت. يبقى ده بيفسر ليه الثايرويد جلاند لما بتيجي تكبر في الجراحه هتاخدوها ان شاء الله الجويتر والحاجات دي، ما بتكبرش لفوق، لا بتكبر لتحت وتخش في الشيست كده ورا الاسترنم وتعمل حاجه اسمها ريتروسترنال جويتر. ليه؟ لان من فوق في كوندنسيشن للبريتراكيال فاشيا مع الثايرويد كارتريج تمنع الابورد اكستنشن. ماشي، ده كله كلام زي ما اتفقنا. الاناتومي ده هيفيدك في الجراحه. ماشي اهو، دي نو ابورد اكستنشن. تالت حاجه الريليشنز بقى، ودي يعني حاجات سريعه كده اللي عايزك ان انت تعرفها. يعني الثايرويد حواليها مين؟ زي ما شايف دي الثايرويد، وراها 2 انبوبه التراكيه، ووراها كمان الاسوفكس. حلو، بس عايزك تركز على حاجه. شايف مين اللي جنبه ده؟ ده اسمه الكاروتيد شيث. الكاروتيد شيث ده بيبقى جواه مين؟ بيبقى جواه كومن كاروتيد ارتري، بيبقى جواه الانترنال جاجولار فين، بيبقى جواه الفيجاس. طبيعي كلنا لما نحط ايدنا هنا كده هتحس بنبض الكاروتيد، نبض الكاروتيد، نبض الكاروتيد، ده هتحسه طبيعي. العيان بتاعنا دوت لو حصل له مثلا ثايرويد كارسينوما وبدات تعمل انفيجن للي حواليها وتلف على اللي حواليها، ممكن انها تلف حوالين الكاروتيد شيث والانترنال والكومن كاروتيد ارتري دوت وتمنع البلسيشن انك مش تحسها. دي مهمه هتاخدوها في الثايرويد كانسر. ماشي، دي اللي انا بس عايزها هنا، مش عايز اعرف حاجه تانية في الريليشن. اخر حاجه بقى معايا في الاناتومي هي النيرفات، وزي ما قلت لك دي هتهمك فقط في الجراحه، فلازم تفهم حته في النيرفات. طبعا انتوا خدتوا في الاي ان تي وخدتوا اللارنكس وخدتوا الاعصاب اللي بتغذيها وكل القصه والحكايه ديت، لكن انا عايز اقول بس حاجه على الاناتومي. في البلاد سبلاي بتاع الثايرويد يهمني انك تعرف حاجتين. عندنا حاجه جايه من فوق اسمه superior thyroid artery، ده اللي يهمني، وحاجه طالعه من تحت اسمه inferior thyroid artery. دول ارتريز بتغذي الثايرويد جلاند، دول يهموني قوي. ليه؟ لان مع كل واحد فيهم ماشي نيرف ما. مع السوبيريور ثايرويد ماشي حاجه اسمها الاكسترنال لارينجيال نيرف. حلو، الاكسترنال لارينجيال نيرف ده مهم جدا، ده بيمشي مع السوبيريور ثايرويد ارتري. بيغذي مين دوت؟ قال لك ان ده موتور لعضله اسمها الكريكو ثايرويد ماسل. حلو. مع الانفيرور بقى ثايرويد ماشي معاه حاجه اسمها الريكارنت لارينجيال نيرف الشهير جدا 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 جدا. ماشي مع مين؟ مع الانفيرور. طب ده بيعمل ايه؟ قال لك ده موتور لكل عضلات اللارنكس ما عدا عضله واحده. يا ترى مين؟ الكريكو ثايرويد ماسل اللي بيغذيها الاكسترنال لارينجيال نيرف. الحاجه الثانيه اللي بيكون سنسوري للجزء بتاع اللارنكس اللي تحت الفوكال كورد. طب ايه اهميه الكلام ده يا دكتور؟ الاثنين دول من الكومبليكيشن الشهيره لعمليه الثايرويدكتومي. وانت بتشيل الثايرويد وبتربط السوبيريور ثايرويد ارتري ممكن بالغلط تعمل انجري للاكسترنال لارينجيال. وانت بتشيل الثايرويد وبتربط الانفيرور ثايرويد ارتري ممكن بالغلط تعمل انجري للريكارنت لارينجيال نيرف. وطبعا الريكارنت لارينجيال نيرف ده شهير جدا جدا جدا، ياثر على الصوت وياثر على حركه الفوكال كورد نفسها، ونفس الكلام الاكسترنال لارينجيال نيرف بياثر على جوده الصوت نفسها. هتفهموا الكلام ده في الجراحه، بس انا اديتك البيزكس الاساسيه اللي انت محتاجها. طيب كده خلصت الاناتومي اللي هو الجزء الجراحي. تعالوا بقى نخش على اللي بعد كده وناخد الهيستولوجي. حاجه سريعه كده في الهيستولوجي ومعلومتين خفاف. الجزء الاهم بالنسبه لي هو الفسيولوجي والانفستيجيشن. ادي الهيستولوجي بتاعي. الثيرويد جلاند عباره عن اندوكراين جلاند، والاندوكراين جلاند احنا اتفقنا ان هي بتفرز السكريشن بتاعها فين؟ في البلاد فيزل. فلازم في الهيستولوجي الاقي بلاد فيزل جنب مكان الافراز. مكان الافراز ده اسمه ثايرويد فوليكل، حويصله اللي فيها الافراز، مبطنه بحاجه اسمها الفوليكولار سيل، الثايرويد فوليكولار سيلز. تمام. جنبها هتلاقي فيه بلاد كابيلاري عشان يحصل الافراز على طول، وده منطقي خالص. بس هتلاقي فيه خلايا متنطوره في النص كده. الخلايا دي جنب الفوليكولار او جنب الفوليكل، فاسمها بارا فوليكولار سيلز، اللي ليها اسم تاني سي سيل، وهنقولها كمان شويه. طب نمسك كده الثايرويد فوليكل. عرفنا ان في فوليكولار سيلز، ما تهمنيش دلوقتي، اللي يهمني ان في النص في حاجه اسمها كولايد. كلمه كولايد دايما يعني خليط، ميكستشر كده. اللي يهمني الكولايد ده بيحتوي على حاجه اسمها الثايروجلوبولين، والثايروجلوبولين ده الستورج فورم اوف ثايرويد هرمون، الشكل التخزيني للثايرويد هرمون اللي بخزنه جوه الجلاند. طب ده ليه اهميه؟ طبعا ليه اهميه كبيره جدا. الطبيعي انه ممكن نسبه قليله منه تنزل في الدم، ممكن نسبه قليله،
لكن لما بتزيد النسبه ديت وقيسها في الدم، علامه ان في زياده في الانتاج، علامه ان في كانسر في المكان، فانا بستخدمه في حالات الكانسر. هنفهمها ان شاء الله لما نيجي نقول في الاخر ونجمع الانفستيجيشن باذن الله. ماشي، بس دي على جنب كده نبقى احنا عارفين. الحاجه الثانيه اللي عايزين نعرفها هو البارا فوليكولار سيلز، اللي فهمنا اسم بارا فوليكولار لانها جنب الثايرويد فوليكل. لكن ايه السي سيلز دي؟ لانها بتفرز هرمون اسمه كالسيتونين. شهير قوي الكالسيتونين ده يا دكتور، كنا بناخده، ده الكالسيوم لورنج هرمون، ده كنا بنحفظه دايما كده. ما هو عكس الباراثيرمون اللي هو الباراثايرويد هرمون اللي بيخرج من الباراثايرويد جلاند. لكن افاجئك بجمله مهمه قوي، انه ملوش apparent physiological رول في البني ادمين. معلومه صادمه قوي يا دكتور، كنا بناخدها في الاحياء وكده. بالفعل هو ده برضه هتلاقيه مكتوب في الكتب، لكن الكلام الصح انه ملوش apparent physiological رول. ليه بقى؟ قال لك طيب احنا بنقول ان هو اللي بيقلل الكالسيوم وبيزود الكالسيوم والكلام دوت. جابوا عيانين عندهم زياده في افراز الكالسيتونين، الطبيعي ان مثلا يحصل لهم ايه؟ هايبوكالسيميا، ما هو بيقلل بقى الكالسيوم ليفل. وجدوا ولا في اي حاجه، ولا في سيمتوم، ولا في ساين، ولا في اي حاجه. الله، طب يبقى ايه القصه والحكايه دي؟ طب خلاص، عيان تاني ما عندوش الكالسيتونين، يبقى الباراثيرمون هو اللي ليه الابر هاند، فبالتالي في هايبر كالسيميا بالمانيفستيشن، برضه لا في سيمتوم ولا ساين ولا اي حاجه. فقال لك يبقى مش ده الدور الحقيقي بتاعه، عشان كده بيقولوا انه ده هرمون غامض. طب ايه الدور اللي حقيقي يعني لغايه دلوقتي هو اللي مكتشف ومثبت ليه علميا فعلا؟ ان لو طلع لك ورم من البارافوليكولار سيلز دي زي الميدالري ثايرويد كارسينوما او السي سيل هايبربليزيا، طبيعي هيزودوا افراز الكالسيتونين، فلما تقيسه تلاقيه عالي يبقى ده دليل كتيومر ماركر. ده الاستخدام الاساسي بتاعه. حلو كده، خلصنا الهيستولوجي. نروح على البلك الاساسي للحصه بتاعنا وهو الفسيولوجي، وهتكلم فيه على 3 حاجات: التصنيع، السنسس، وطبعا هتلاقي في تفاصيل زياده عن الكتاب، بس معلش ذاكر زي ما انا بقول لك كده، لان التفاصيل دي احنا هنحتاجها وهتسهل علينا حاجات قدام. وبعدين الكنترول اللي احنا شرحناه في المقدمه اللي فاتت، فنبدا بقى نطبقه على الثيرويد جلاند. واخيرا الفانكشن، ودي اللي هتخلص لك الدرسين بتوع الهايبوثايروديزم والهايبرثايروديزم باذن الله. واخر حاجه الانفستيجيشن، وهتلاقوها موجوده عندكم في الكتاب في جزء الايفالويشن بتاع الثيرويد فانكشن. لكن انا هنا هتكلم بس عن البرنسبلز، مش هتكلم عن النتائج، لان النتائج لازم سيادتك تبقى خدت الهايبوثايروديزم والهايبرثايروديزم. انا بس هديك الاساسيات بتاعه الانفستيجيشن عشان لما احطها لك في الدروس بقى بتاعه الهايبوثايروديزم والهايبرثايروديزم يبقى الدنيا سهله كاساسيات، ابدا اقول لك النتائج بقى هتكون ازاي. الفسيولوجي، السنسس، واحده واحده تعرف معايا على الرسمه المهمه ديت. اول حاجه ادي سيادتك الماوث بتاعك ان انت هتاكل حاجه، وادي البلاد كابيلاري اللي بيكون جنب الثيرويد فوليكل، وادي الثيرويد فوليكل دي كده الفوليكولار سيل، وادي ده الكولايد. حلو، قطعنا حته كده عشان نشوف ايه اللي هيحصل فيها. اول حاجه من جوه كده بيكون في الكولايد حاجه اسمها الثيروجلوبولين، اللي احنا قلنا الشكل التخزيني بتاع الثيرويد هرمون في الكولايد. الثيروجلوبولين ده بيكون على سطحه امينو اسيد، نون اسينشال امينو اسيد، ماشي مش اسينشال، ده كلام في البايو يعني، اسمه تيروزين. التيروزين ده مهم لتصنيع الثيرويد هرمون، ومهم لتصنيع نيورو ترانسميتر زي النور ادرينالين والدوبامين، فهو مهم جدا يعني. المهم ده موجود على سطح مين؟ الثيروجلوبولين. بس كده ده اللي انا عايزك تعرفه في الاول يعني. سيادتك بتاكل ايودايد، بتاخد يود اسمه ايودايد. حلو، تبدا سيادتك تاكله، يبدا يمشي في الجي اي تي ويروح للبلد ويوصل للثيرويد جلاند، ويبدا يكون في البلاد كابيلاري بهذا الشكل جنب الثيرويد فوليكل. حلو، طب انا دلوقتي هستخدم اليود ده في ايه؟ معروف ان اليود بستخدمه في عمليه تصنيع الثيرويد هرمون، دي معلومه يعني الف ب من واحنا صغيرين كده نعرفها. جميل خالص. يبقى انا محتاج ان انا ادخله جوه الفوليكولار سيل، ومحتاج ادخله جوه الكولويد عشان اوصله للثيروجلوبولين وابدا عمليه التصنيع. يبقى عمليه الدخول دي اسمها ايه؟ انا كده اصطدت اليود من الدم، يبقى اسمه عملت ايودايد. خلي بالك ايودايد مش ايودين، هتفهم الفرق ما بينهم دلوقتي لان ده فرق كيميائي. ايودايد ترابنج، حبسته، اصطدته، دي اول خطوه. طب انا عايز ادخله جوه الكولويد بقى، طب هدخله ازاي؟ وجدوا ربنا خلق قناه وركز فيها، مش مكتوبه عندك بس هنحتاجها، والله هنحتاجها في اسم سندروم مهم قوي موجوده عندك في البطنه وفي الاطفال، يعني ترانسبورت، بروتين ترانسبورت اسمه بندرين ترانسبورت، هينقل الايودايد دوت من الفوليكولار سيل الى الكولايد. حلو، ده ناقل بس، مجرد ناقل. تخيل لو الناقل ده مش موجود، هعرف اعمل العمليه دي؟ هعرف انقله جوه الكولايد؟ مش هعرف. يبقى عندي هايبوثايروديزم لاني مش عارف اصنع الثيرويد اصلا هرمون. دي حاجه اسمها بندريت سندروم، هنبقى نقولها يعني كلمتين عنها ان شاء الله في الهايبوثايروديزم. طب انا الحمد لله دخلته، ما اعرفش ان انا استخدمه، لازم ان انا اعمل له اوكسيديشن، اكسده. باكسده بانزيم اسمه ثيرويد بيروكسيديز، بحوله الى ايودين. العمليه دي اسمها ايه؟ اسمها ايودايد اوكسيديشن، عملت اكسده للايودايد. يبقى دي تاني خطوه معي. خلاص انا الحمد لله كونت الايودين، اقدر بقى ان انا استخدمه. هيروح الايودين ده يمسك في مين؟ يمسك في التيروزين. المسك ده اسمه ايه؟ اسمه بايندنج او اورجانيفيكيشن. بايندنج او اورجانيفيكيشن، لان اليود كان قبلها ان اورجانيك،
بعد ما مسكته بقى اورجانيك، وكلمه اورجانيك يعني بقى بيحتوي على كربون جروب، يعني بقى في كربون. الكربون دايما هو اللي بيخلي الحاجه اورجانيك، حاجه عضويه. حتى لما كنا في ثالثه ثانوي كان في حاجه اسمها شابتر الكيمياء العضويه، ماشي، عشان ايه؟ ده كان كربون، ماشي. المهم انا كده مسكته. طب قبل ما نكمل كده واحده واحده، انا مسكت يود اللي هو ايودين يعني مع تيروزين. ايه الاحتمالات اللي معايا؟ عندي احتمالين، يا اما جزيء يود واحد يمسك في تيروزين فاسمه، ركز، مونو، ما هو واحد، مونو ايودو تيروزين، او جزيئين يود يمسكوا في جزيء تيروزين اللي هو على سطح الثيروجلوبولين فبقى اسمه جزيئين يعني داي ايودو تيروزين. يبقى دي الاحتمالات اللي معايا، ان انا بالشكل ده اكون مونو ايودو تيروزين او اكون داي ايودو تيروزين. يبقى بكون الاثنين دول. حلو، انا كده عملت مين؟ البايندنج او الاورجانيفيكيشن. هل انا كده كونت الثيرويد هرمون؟ لا والله لسه مش كونته ولا حاجه. محتاج ابدا بقى اجوز الاثنين دول مع بعض، المونو مع الداي. طب ايه الاحتمالات اللي عندي عشان اجوزهم؟ انا هعمل لهم عمليه اسمها كابلنج، الجواز. ممكن ان انا امسك مونو ايودو تيروزين مع داي ايودو تيروزين يبقى تراي ايودو تيروزين اللي بنسميه تي 3، او ان انا امسك داي ايودو تيروزين مع داي ايودو تيروزين كده 4 فيبقى اسمه تترا ايودو تيروزين او الثيروكسين اللي هو تي 4. يبقى دي الاحتمالات اللي معايا بهذا الشكل، كونت تي 3 وتي 4. وفهمنا جاي منين؟ من عمليه التزاوج، من عمليه الكابلنج ديت. خلي بالك كده جزيء الثيروجلوبولين بيحتوي على ايه؟ والله بيحتوي على مونو ايودو تيروزين وداي ايودو تيروزين وتي 3 وتي 4 على بعض، كولكشن، لازقين في بعض، ماسكين في بعض كده. حلو جدا. انا دلوقتي عايز اعمل ريليز، عايز افرز. هعمل ايه؟ محتاج اول حاجه بالعقل كده والمنطق انقل الثيروجلوبولين مولكيول ده على بعضه من الكولايد الى الفوليكولار سيل، ومن الفوليكولار سيل الى البلد. بس خلي بالك قبل ما انقله للبلد محتاج ايه؟ محتاج افكه، محتاج اطلع التي 3 والتي 4 لان دول هم الهرمونات بتاعتي. هو انا محتاج المونو ايودو تيروزين او الداي ايودو؟ لا مش محتاجه. يبقى انا محتاج عشان افرز اعمل كذا خطوه. اول خطوه ان انا ادخله جوه الفوليكولار سيلز بعمليه اسمها الاندوسايتوز. حلو. بعدين محتاج اكسره، افكه. هو اسمه ثيروجلوبولين يعني في بروتين، فبعمل عمليه اسمها بروتيوليسيس، ابدا اكسر الثيروجلوبولين ده. بكسره للثيرويد هرمون اللي هو تي 3 تي 4 وللمونو ايودو تيروزين والداي ايودو تيروزين. طيب ربنا سبحانه وتعالى دايما بيعلمنا، ودي قلتها لكم كتير كتير في اماكن مختلفه، بيعلمنا عدم الاسراف ويعلمنا ترشيد الاستهلاك واعاده الاستخدام. فربنا سبحانه وتعالى بيخلينا نستخدم في جسمنا المونو ايودو تيروزين والداي ايودو تيروزين عشان ادخلهم تاني في صناعه الثيروجلوبولين وصناعه الثيرويد هرمون. فبقى انا كده بعمل ريسايكلينج، واخد التي 3 والتي 4 وابدا انزلهم في الدم في عمليه اسمها الريليس. بس خلي بالك من نقطه كده، كان التي 3 والتي 4 ديت لما كنت في الحصه المقدمه، عشان كده قلت لك المقدمه دي مهمه قوي، وضربنا بيهم امثله ان دي من ضمن الحاجات الهيدروفوبيك واللايبوفيليك، فبالتالي محتاجين حاجه تشيلهم، محتاج كارير بروتين يشيلهم، صح؟ لانه مش هيعرف يمشي في الدم، مش هيعرف يدوب في الدم. جميل خالص. فعشان كده وجدوا ان اكتر من 99% تقريبا كل الثيرويد هرمون، يعني نسبه قليله قوي بس بتبقى فري، بتمسك في بلازما بروتين. طب بتمسك في ايه؟ ممكن تمسك في الالبوم، تمسك في حاجه اسمها بري البومين، بس اللي يهمني بيمسك في الجلوبولين، حاجه اسمها ثيروكسين بايندنج جلوبولين، ده بنسبه اكتر من 75% من الباوندد او البايندنج ثيرويد هرمون. حلو، يبقى ده الشيال بتاعي. مهم قوي حته الشيال بتاعي ده. طيب الفري بورشن هو الاكتيف بورشن، يبقى اللي بيشتغل هو الفري، يبقى هو بيشيله لحد التيشو اللي هو هيشتغل عليها وبعدين يفكه ويسيبه عشان يبدا ان هو يشتغل ويقوم بالوظيفه بتاعته. حلو. طب ليه في القياس بتاعي بقى هتلاقينا بنقول لك في الانفستيجيشن قيس الفري احسن ما تقيس التوتال. هو التوتال يشمل ايه؟ الفري والباوندد اللي هو ماسك في البلازما بروتين، لكن الفري انا بقيس بس الجزء الاكتف. ليه بقى الفري القياس بتاعه ادق من قياس التوتال؟ لان التوتال ماسك في الثيرويد بايندنج جلوبولين. طب خلي بالك لو في حاجه مثلا زودت عندك الجلوبولينز يبقى هيمسك فيه ثيروكسين اكتر او ثيرويد هرمون اكتر، فبالتالي التوتال يزيد، لكن الفري هيكون نورمال، هيكون طبيعي في الرينج الطبيعي. طب تخيل لو في مشكله قللت الثيرويد بايندنج جلوبولين يبقى هيقل عندك التوتال، فتقول يا نهار ابيض ده في هايبوثايروديزم. لا، قيس الفري هتلاقيه في النورمال رينج، ما فيهوش مشكله. فليه الفري احسن؟ لاني هنا بافويد البايس بتاع الثيرويد بايندنج جلوبولين، لان التوتال بيتاثر بالعوامل اللي بتؤثر في الثيرويد بايندنج جلوبولين اللي هنتكلم عليها في الانفستيجيشن ان شاء الله. الحاجه اللي بعد كده بقى ان اللي طالع من الثيرويد جلاند بيبقى اغلبه تي 4. حلو، يبقى اكتر من تي 3. طب ده يديك علامه كده ان التي 4 مثلا اقوى من التي 3، بالعكس لا، التي 4 اضعف من التي 3. التي 4 بيعيش اكتر من التي 3، بيعيش حوالي اسبوع، في حين ان التي 3 بيعيش حوالي 18 ساعه بس، ده اللي هو التي هاف لايف. والتي 4 بيبقى الاكتيفيتي بتاعته اقل على الريسبتورز بتاعه الثيرويد هرمون. طب الله، طب ما يبقى انا كده محتاج ان انا احول التي 4 الى تي 3 عشان اطلع باكتيفيتي كويس. بالظبط. فربنا جعل عند التارجت تيشو وكذلك في الثيرويد جلاند هرمون اسمه مونو دي ايودينيز. واحده واحده هنتعود نفهم. مونو يعني واحد،
وايودو يعني يود، ودي يعني بشيل، فمعناها ان انا بشيل جزيء يود بالظبط. 85% من التي 3 اللي موجود في جسمنا جاي اصلا من البريفرال كونفرجن من التي 4 بالانزيم اللي اسمه مونو دي ايودونيز، يعني اشيل جزيء يود فحولت التي 4 الى تي 3، ده اسمه بريفرال كونفرجن. طب هو ايه اهميه الكلام ده يا دكتور؟ انا حاسس مش ليه اهميه. لا ليه اهميه. تخيل لو عيان عنده هايبرثايروديزم وانت عايز تقلل الثايرويد هرمون دوت، هو مين الاقوى؟ قلنا تي 3. طب انت عايز تقلل التي 3، من ضمن الميكانيزمات تدي دواء يمنع البريفرال كونفرجن، يمنع تحول التي 4 الى تي 3 بس. من ضمن الحاجات المهمه لازم تعرفها ان عشان الانزيم ده يشتغل اللي هو المونو دي ايودينيز محتاج حاجه اسمها سيلينيوم. السيلينيوم لو ناقص ممكن العيان يخش في هايبوثايروديزم لانه مش هيعرف يحول التي 4 الى تي 3. دي بس معلومه على جنب ممكن تلاقيها مذكوره عندك في جزء الاطفال. كذلك في حاجه اضافيه كده تبقى بس عارفها، ان التي 4 ممكن كمان يتحول لحاجه اسمها ريفرز تي 3، وده عكس التي 3 النورمال، ده بيبقى ان اكتيف ميتابولايت. اعرفها بس كده على جنب يعني. طب من كل الحاجات اللي قلناها التي اس اتش دوره ايه؟ التي اس اتش بيحفز كل الخطوات اللي احنا قلناها ديت، بدايه من الترابنج الى الريليس، دي حاجه. الحاجه الثانيه هو ستيميوليتنج هرمون، هو تروبين بيحفز نمو الغده الهايبربليزيا بتاعها وبيحفز الفاسكولاريتي بتاعت الجلاند، فبالتالي التي اس اتش لما بيزيد بيكبر الغده فيعمل جويتر اللي هو انلارجمنت في الجلاند، دي مهمه. طيب الكنترول دي الرسمه اللي رسمناها في الحصه اللي فاتت، لكن هنبدا نسقطها على مين؟ على الثايرويد جلاند بقى. يعني من الهايبوثالاموس للانتيرو بيتيوتري الهرمون الريليزنج هرمون اللي بينزل هنا اسمه ايه؟ اسمه ثايروتروبين ريليزنج هرمون تي ار اتش. طب واللي بيطلع من الانتيرو بيتيوتري اسمه ايه؟ اسمه ثايروتروبين او ثايرويد ستيميوليتنج هرمون اللي هو التي اس اتش. يروح للثايرويد جلاند يبدا يحفزها، الثايرويد جلاند تطلع الثايرويد هرمون اللي بيمسكه في بايندنج بروتين مش تنساه، وكمان بيحصل له ميتابوليزم اللي هو البريفرال كونفرجن لا تنساه اللي هو تحول التي 4 الى تي 3. جميل خالص. وبعدين يروحوا ياثروا في التارجت اورجن، وده احنا هنتكلم عنه في الفانكشن باذن الله. طب جميل خالص. كان في حتتين كده كانوا بيتكتبوا على جنب، الفيدباك والدايركت ريجوليشن. الفيدباك هنا مهم جدا جدا جدا. بص بقى يا سيدي، بالعقل والمنطق كده، لو الثايرويد هرمون زادت طبيعي هيحصل نيجاتيف فيدباك انهيبيشن، يقل عند التي ار اتش ويقل عند التي اس اتش. طب لو الثايرويد هرمون قلت هيحصل بوزيتيف فيدباك ستيميوليشن، يزيد التي ار اتش ويزيد التي اس اتش. طب لو انا دلوقتي عايز ان انا اقيس الثايرويد فانكشن ومتاح لي ان انا اختار تحليل واحد بس، يا اما اعمل تي اس اتش يا اما اعمل تي 3 يا اما اعمل تي 4، وطبعا قلنا الادق بيبقى الفري بس سيبك من ده دلوقتي، بتكلم فيهم بشكل عام يعني. اعمل مين فيهم؟ ودي هتلاقي الدكاتره يطلبوه دايما، يقول لك نكتفي نعمل ده بس، يقول لك اعمل التي اس اتش، اعمل التي اس اتش بس. الله، طب ليه يا دكتور اعمل التي اس اتش بس؟ عشان الجمله دي، ان الانتيرو بيتيوتري بتبقى very sensitive to minor changes in thyroid hormone level within reference range. يعني ايه؟ يعني بالبلدي كده، لو حصل تغير بسيط خالص في الليفل بتاع الثيرويد هرمون سواء بالزياده او بالنقصان لدرجه ان هو انديتكتابل في اللاب، يعني في اللاب انت جوه النورمال رينج سواء بقى هاي نورمال او لو نورمال، بس في النورمال رينج الطبيعي هتلاقي حصل تغير كبير في التي اس اتش سواء بالزياده او النقصان، تقدر ان انت تديتكت التغير ده في اللاب فيديك دلاله هو العين ده في هايبو ولا هايبر ثايروديزم والبدايه بتاعته. فمهم قوي ان احنا الاهم القياس بالنسبه لنا مين؟ هو التي اس اتش. عشان كده تطلع لك جمله في الانفستيجيشن هتلاقيها مكتوبه ان التي اس اتش هو الموست سنسيتيف انفستيجيشن. الكتاب كاتب لك في الهايبوثايروديزم بس، لكن الحقيقه هو في الهايبو وفي الهايبر ثايروديزم كمان. حلو الكلام ده، هنقوله ان شاء الله لما نخش في الدروس ديت. الحاجه الثانيه هو الدايركت ريجوليشن، وده مرتبط باليود. الطبيعي لو دخل لك كميه يود كبيره الثيرويد بتوقف تقول لا كفايه يود بقى لحد كده، وتوقف افراز وتصنيع الثيرويد هرمون عشان ما يحصلش زياده وتخش في هايبر ثايروديزم. ده الاساس اللي هو النورمال، لكن بيحصل بعض الحاجات كده هنبقى نتكلم عليها ان شاء الله في اماكنها مهمين شويه يعني. نروح على الفانكشنز، ودي اهم حاجه في الحصه وركز معايا، الكلام ده مهم احفظه، هيسهل عليك الهايبو والهايبر ثايروديزم يعني بشكل رهيب جدا. بص يا سيدي، عندي والله تاثير ان هي بتاثر على الجنرال ميتابوليزم وبتاثر على سبيسيفيك ميتابوليزم لبعض الحاجات هنشوفها. جنرال ميتابوليزم ببساطه هي بتزود الميتابوليزم عامه، يعني بتزود البيزل ميتابوليك ريت. وكلمه بيزل ميتابوليك ريت يعني انا دلوقتي قاعد اهو لا بتحرك ولا بجري ولا بعمل حاجه او نايم مثلا سواء في الريست او في السليب، ده معدل الحرق الاقل بتاعي اللي هو اقل شغل للخلايا عشان بس ان انا اعيش كده من غير ما اتحرك ولا حاجه. الثايروكسين لو زاد هيزود البيزل ميتابوليك ريت، وطبيعي اللي بيحصل في جسمنا عمليه الحرق هي عمليات كيميائيه فبيحصل معاها هيت برودكشن، فبالتالي هو له علاقه بالهيت برودكشن برضه. نفس الكلام انا عشان اعمل ميتابوليزم كويس واشتغل كويس محتاج ازود انتاج الطاقه، فبيروح على الميتوكوندريا ويزود الاي تي بي. وكمان ركز في دي انا معلمك لانها مهمه قوي، بيزود شغل الانزيمز والتصنيع بتاعها. يعني ايه؟ يعني في الهايبرثايروديزم في بعض الانزيمز كده هنتكلم عنها ممكن تلاقي الشغل بتاعها زاد فتديني مانيفستيشن معينه لانها هتزود لي بعض المواد. كفايه قوي الجمله دي بس تبقى انت عارفها كده، هحتاجها في درس الهايبرثايروديزم، مهمه جدا 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 جدا.
المحصله النهائيه ان ميتابوليزم زياده، وميتابوليزم زياده يعني نواتج ايض زياده، ونواتج الايض دايما بتكون فازو دايليتور ميتابولايت. دي مهمه، عشان كده هتلاقي مكتوب عندك في الفانكشن انه بيعمل لك ارتيريولار فازو دايلاتيشن. ما هو ليه؟ عشان فازو دايليتور ميتابولايت. حلو. طبعا هتلاقي الحاجات دي زياده عن اللي موجود عندك في الكتاب، لان انا بظبطها لك على الدروس اللي احنا هندرسها ان شاء الله، وهتساعدك في الاطفال كمان. سبيسيفيك ميتابوليزم 6 حاجات. اول حاجه بيأثر على البروتين ميتابوليزم، بيأثر على الكارب ميتابوليزم والليبيد ميتابوليزم، دول الثلاث حاجات الاساسيه. بيأثر على الجروث والديفلوبمنت، بيأثر على الكارديو فاسكولار سيستم، وده تأثير خاص ومهم جدا. واخر حاجه اذرز افكشن. واحده واحده كده. بروتين ميتابوليزم، يا ترى هو بيزود تصنيع البروتين ولا بيكسر البروتين؟ يعني هل هو انابوليك هرمون بيبني ولا بيكسر كاتابوليك؟ يا ترى هو مين فيهم؟ موضوع بسيط خالص. اندر نورمال كونديشن، اللي هو في الانسان الطبيعي اللي ما فيش ثايروكسين عالي ولا قليل، الدنيا تمام، التصنيع بيبقى اكتر، فبالتالي هو هرمون بنائي انابوليك افكت. لكن لما بيزيد قوي، دايما الحاجه لما بتزيد عن حدها بتتقلب لضدها، بيكون التكسير اكتر من البناء، فيبدا يعمل بروتين تيرن اوفر، يعني يكسر البروتين اكتر، فيدخل فيه كاتابوليك ستيت او كاتابوليك افكت. البروتين ده هيكون موجود فين؟ هيكون موجود في العضلات، هيكون موجود في العظم، دي كلها حاجات مهمه هنحتاجها في الهايبرثايروديزم. وعشان كده عندنا تجميعه هنقولها ان شاء الله كده، يعني لما نمشي شويه في الاندوكراين، تجميعه مين الانابوليك هرمونز ومين الكاتابوليك هرمون. حط في بالك كده، ابدا اعمل انت الجدول مع نفسك بايدك، وحط ناحيه الانابوليك الثايرويد هرمون بين قوسين نورمال ليفل، وحط ناحيه الكاتابوليك ثايرويد هرمون بين قوسين اكسس ليفل. حلو. يبقى ده البروتين مهم جدا. طبعا كلمه انا يعني كاتابوليك دي هنطلع منها حاجات كتيره قوي في الهايبرثايروديزم ان شاء الله. تاني حاجه الكارب ميتابوليزم، يا ترى هو بيزود الجلوكوز ولا بيقلل الجلوكوز؟ قبل ما انا اقول لك فكر بالعقل وبالمنطق. انا هرمون بزود الميتابوليزم، بزود الحرق. طب الحرق ده محتاج ايه؟ محتاج طاقه. طب الطاقه بتيجي منين؟ من حرق الجلوكوز. طب يبقى محتاج ازود الجلوكوز. ده المنطق والعقل بيقول كده، مش بتحفظ، انت بتفهم. ما ربنا جعل فيه سنن في الكون، فلازم السنن دي تبقى منطقيه. فطبيعي ان انا محتاج ازود الجلوكوز. طب هو الانسولين بيعمل ايه؟ بيقلل الجلوكوز. يبقى انا هنا بأضاد اكشن الانسولين، يعني انا انتي انسولين هرمون. ومعاك 5 هرمونات في المنهج انتي انسولين، هنعرفها ان شاء الله واحنا بندرس كده بشكل ميزان. مين الانسولين هرمون؟ هو ده اللي بيزود الجلوكوز ولا بيقلله؟ لا، بيقلل الجلوكوز، يبقى ده الهرمون الاساسي اللي بيقلل الجلوكوز. طب العكس بتاعه الانتي انسولين هرمون هم 5. تي اللي هو الثايروكسين، و2 جي و2 سي، هنعرفهم ان شاء الله واحنا بندرسهم واحده واحده. بزود الجلوكوز ازاي؟ اول حاجه بزود الجلوكوز ابزوربشن، امتصاص الجلوكوز من الاكل. تاني حاجه بزود تصنيع الجلوكوز من النون جلوكوز بارت زي من البروتين اللي هو جلوكونيوجينيسيس. تالت حاجه ببدا اكسر مخازن الجلوكوز اللي هو الجلايكوجين، فبعمل جلايكوجينوليسيس. وطبيعي بزود كمان استهلاك الخلايا من الاكسجين والجلوكوز، ده منطقي عشان ازود الميتابوليزم يعني. طب نروح على الليبيد ميتابوليزم. هنا علاقه مهمه قوي، ان هو انتي كوليسترول هرمون، يعني بيضاد الكوليسترول. ليه؟ هنعرف ان شاء الله في الجي اي تي ان البيلياري تراكت من ضمن المكونات بتاعته كوليسترول، عشان كده ممكن تخش في كوليسترول ستون مثلا في البيلياري تراكت. المهم يعني، فهو بيزود البيلياري اكسكريشن للكوليسترول، وكمان بيزود تكسير الكوليسترول، فهو هرمون مضاد للكوليسترول. عشان كده هتلاقي دكاتره القلب او دكاتره البطنه، اي حد جاي بديسليبيديميا او هايبرليبيديميا او كده، يقول لك يطلب لك تحاليل كده، من ضمن التحاليل ديت يقول لك ايه، حلل لي تي اس اتش، يشك ممكن يكون عنده هايبوثايروديزم ولا حاجه. تمام؟ فدي القيمه بتاعتها، ان في الهايبوثايروديزم هتلاقي العيان عنده هايبر كوليستروليميا، كوليسترول عالي. ليه؟ عشان الحته دي احنا قلناها بقى خلاص. جروث اند ديفلوبمنت، ركز في الجمل اللي انا هكتبها لان دي جمل مفتاحيه. الثايرويد هرمون اسينشال للجروث هرمون فانكشن، عشان الجروث هرمون يشتغل محتاج يبقى فيه ثايرويد هرمون فانكشن كويسه، اساسي 100%. وبالتالي الاطفال الصغيرين اللي بيكون عندهم الثايروكسين فيه مشكله، بتلاقي عندهم مشكله في النمو، مش بيعرفوا ينمو، سواء في النمو البدني السكيليتال او السكشوال، او حتى كمان في البرين والمينتال فانكشن، فبتلاقي عنده مينتال ريتارديشن، تخلف عقلي. ودي هتلاقوها عندكم في الاطفال، مهمه جدا، هي مفتاحها هي الحته دي. طب التاثير على الكارديو فاسكولار سيستم، يا ترى ايه اللي بيحصل فيه؟ الكلام ده انا قلته في الكارديولوجي، وهجيبه لكم من الكارديولوجي، هضيفه على الفيديو دوت حته كده لشرح الهاي كاردياك اوتبوت فيلير، لانها مهمه عشان اللي مش سامعها في الكارديولوجي لازم يفهمها معايا بقى دلوقتي. لكن ببساطه كده، ان هو بيشعلل القلب كله، بيزود الفور هارت بروبرتيز. هو ايه خصائص القلب الاربعه؟ شرحناها في الكارديولوجي. اول حاجه بيزود الكونتراكتيليتي، والكونتراكتيليتي كانت مرتبطه بحاجه اسمها ستروك فوليوم، اللي هي كميه الدم اللي طالعه من القلب في الضربه الواحده. حلو؟ فطبيعي لما اعصر نفسي اكتر هزود الدم الخارج، بقى الستروك فوليوم هيزيد. تاني حاجه هزود الهارت ريت، اللي هو كرونوتروبيك ايفكت، يبقى زودت الهارت ريت والستروك فوليوم. الاثنين دول بالتبعيه هيزودوا لي حاجه اسمها الكاردياك اوتبوت، اللي هو ناتج القلب خلال الدقيقه. ما هو ده يساوي الستروك فوليوم مضروب في الهارت ريت، ده على جنب كده. بيزود الاكزايتابيليتي، فممكن يدخلني في اريثميا.
بيزود الكوندكتيفيتي، توصيل الكهرباء، وده مهم انه ممكن لما يقل يدخل فيه هارت بلوك، الكلام ده قلناه في الكارديولوجي. يبقى ببساطه هو بيزود الستروك فوليوم والهارت ريت، فبالتالي بيزود الكاردياك اوتبوت. بس طالما زودت الكاردياك اوتبوت يبقى السيستوليك بلاد بريشر هيعلى عندي، صح صح، ده في حالات الهايبرثايروديزم بقى الزياده. بس افتكر كده ان انت كان عندك فازو دايليتور ميتابولايت، وفازو دايليتور يعني هتقلل البريفرال ريزيستنس، وطالما قللت البريفرال ريزيستنس يبقى عندي الدايستوليك بلاد بريشر هيقل، فالفرق ما بين السيستول والدايستول في الهايبرثايروديزم هيكون عالي، فبالتالي بيزيد عندي حاجه اسمها البلس فوليوم او البلس بريشر، وبيكون عندي هاي بلس فوليوم اللي هو باوندنج بلس. تمام. فعندك هاي كاردياك اوتبوت زائد فازو دايليتيشن زائد مورتيشونيد، دول على بعضهم كانوا ممكن يدخلوا العيان في حاجه اسمها هاي كاردياك اوتبوت فيلير. يبقى في هاي بلس فوليوم اند هاي كاردياك اوتبوت هارت فيلير. مش فاكرها؟ انا هضيفها لك دلوقتي في الفيديو على الجزء دوت من جزء الكارديولوجي عشان تفتكرها. تقول لي كاردياك اوتبوت، هو الكاردياك اوتبوت مش دايما لو؟ اقول لك لا، كاردياك اوتبوت ممكن يبقى لو كاردياك اوتبوت هارت فيلير، وممكن يبقى هاي كاردياك اوتبوت هارت فيلير. واحده واحده عشان نفهمهم. اللو كاردياك اوتبوت هارت فيلير هو ده المور كومن، ده الاشهر. طب الهاي لا، ده ليس كومن. اللو كاردياك اوتبوت هارت فيلر المشكله عندي بتبقى في القلب، في ستراكشرال كوز عمل مشكله في القلب، الكاردياك فانكشن فيها مشكله. لكن في الهاي كاردياك اوتبوت القلب كويس، النورمال كاردياك فانكشن، لكن في حاجه حوالين القلب، حاجه في الجسم عامه هي اللي ادت الى الهاي كاردياك اوتبوت فيلر. تعال بقى نفهمه، لان الحته دي حته كتير قوي بيعدوها كده من غير ما يفهموها. لا انا عايزكم تفهموها كويس جدا، وباذن الله هنفهم اللي هنعمله دلوقتي على السبوره بتاعتنا الصغيره الحلوه ديت، هنفهمه كويس جدا. هتلاقي بعد كده في اي حته في المنهج لما اقول لك هاي كاردياك اوتبوت فيلير هتلاقيك انت دماغك على طول بتفتكر المخطط بتاعنا، وهتلاقيك تقول اه يا دكتور ما عشان كذا بيحصل فادى الى كذا. هتلاقيك انت بقيت عالمي فيها. الحته دي انا عانيت فيها وانا قدكم، مش كنت فاهمها خالص، وبحثت كتير عشان اطلعها بهذا الشكل، فيا ريت تركزوا فيها كويس جدا. بصوا كده، دي السبوره الحلوه بتاعتنا لازم نبقى عارفينها كويس، قلنا هتتعاد معانا كتير. هاي كاردياك اوتبوت هارت فيلير، ايه الفكره فيه؟ من اسمه هاي كاردياك اوتبوت، يبقى من اسمه في زياده في الكاردياك اوتبوت، منطقي. لكن انا بقول لك ايه هارت فيلير. طب يعني ايه هارت فيلير؟ يعني القلب فشل في تلبيه احتياجات التشو. طب ازاي؟ يعني الكاردياك اوتبوت عالي but not sufficient، غير كافي لتلبيه احتياجات التشو. طب ليه؟ حاجه من اتنين، اول اتنين سوا. ممكن يبقى الدم الفيلوسيتي بتاعته زادت. يعني ايه؟ يعني سرعه الدم زادت، سرعه دوران الدم ومروره في الفيزل زادت. تقول لي طب ايه المشكله؟ اقول لك سيبك من الدم والقلب بقى، انا اديك مثال بسيط جدا في حياتك. عارفين انتوا العربيات اللي هي عربيات النص نقل وكده، لما بيعدوا على السوبر ماركتس ويبداوا يوزعوا عليهم البضاعه والكراتين وكده، دلوقتي هو معدي جنب السوبر ماركت لازم يقف عشان يبدا يديله البضاعه وياخد منه مثلا الفلوس، وبعدين يروح للمحل اللي بعده وهكذا. طب تخيل كده معايا لو العربيه دي ماشيه بسرعه ما بتقفش، السوبر ماركت هو هيعدي من قدامه، هيعرف ياخد البضاعه منه؟ مش هيعرف يديله الفلوس؟ مش هيعرف. فبالتالي هيبقى هو ما لباش احتياجات السوبر ماركتس اللي هو الزباين بتوعه او العملاء بتوعه. هنا نفس الكلام هنا في القلب. دلوقتي الدم لو هو ماشي بسرعه معينه، سرعته الطبيعيه، بيعدي على التشو في حاجه اسمها ترانزيت تايم اللي هو وقت الانتقال، بيعدي على التشو واحده واحده، يديها السكر والنيوترينت وياخد منها الويست برودكت. طب لو ماشي بسرعه قوي مفيش وقت يقدر ان هو يعمل تبادل مع التشو، هي دي فكره الفيلوسيتي. يبقى بالتالي حصل هارت فيلير برغم ان في هاي كاردياك اوتبوت او جود كاردياك اوتبوت. ماشي، دي كده اول حاجه. تاني حاجه معانا ان ممكن يكون الكاردياك اوتبوت زاد لكن احتياجات التشو زادت اكتر منه، زياده التشو نيدز، ودي ممكن تحصل في امراض مثلا زي الهايبرثايروديزم لان الميتابوليزم بيكون زياده جدا. طيب عايزين ناخد بقى تفاصيل اكتر على زياده الفيلوسيتي ديت. زياده الفيلوسيتي اللي هو سرعه الدم بيتحكم فيها عاملين اساسيين. اول عامل فيهم هو الفيسكوزيتي، لما تقل. يعني ايه الفيسكوزيتي؟ يعني اللزوجه. موضوع بسيط خالص، هات كده كوبايه ميه وشويه عسل، وابدا صب كوبايه الميه هتلاقيها بتجري على طول على الارض كده وبتمشي. لكن العسل هتعمل كده هيقعد وقت عقبال ما ينزل على الارض، وقت عقبال ما يبدا يمشي على الارض. طب ليه؟ لان هنا لزوجه العسل عاليه فالفيلوسيتي قلت. طيب لما لزوجه الميه بقت قليله الفيلوسيتي اللي هي سرعته زادت، سرعه السريان زادت. ده اول عامل. تاني عامل اكيد المقاومه. لو الريزيستنس قلت همشي بسرعه. لو انا ماشي في شارع ضيق خالص وبيحك فيا ومش قادر امشي فالسرعه بطيئه، لكن لو واسع هجري. فهمتوا الفكره ازاي؟ هي دي العلاقه ما بين السرعه ولزوجه السائل عامه، ده في الفيزياء يعني، والريزيستنس اللي بيقابلها السائل اثناء حركته او الجسم المتحرك عامه. جميل جدا. زياده الفيلوسيتي ديت يعني الدم هيمشي بسرعه، تمام، فهيخلي الدم اللي راجع للقلب كتير، يعني هيزود حاجه اسمها البريلود، هيزود حاجه اسمها الفينوس ريتيرن، دي حاجه اساسيه. كمان الريزيستنس قليله، صح كده؟ فالهارت ريت هيبدا يزيد، وكمان الدم اللي واصل للقلب كتير فانقباضه بيزيد وبيحصل كومبنساتوري زياده في الهارت ريت. يبقى بالتالي الفيلوسيتي هتزود البريلود، وكمان التشينجز ديت كلها بتزود الهارت ريت ككومبنساتوري ميكانيزم. يبقى احنا كده فهمنا الدنيا ماشيه ازاي. يبقى زياده البريلود وزياده الهارت ريت طبعا بيزودوا الكاردياك اوتبوت. ليه؟
لان البريلود لما يزيد يبقى هيزود الستروك فوليوم طبعا وذ الليميت يعني. وكمان الهارت ريت لما هيزيد، اضرب الهارت ريت في الستروك فوليوم الزايد هيطلع لك الكاردياك اوتبوت عالي. يبقى دي فكره ليه في هاي كاردياك اوتبوت في العيانين دول، لان الهارت ريت عالي والستروك فوليوم عالي، لان في زياده في البريلود نتيجه زياده الفيلوسيتي. جميل جدا. طبعا الفيلوسيتي مع التيشو نيدز ده بنسميه هايبر دايناميك سيركيوليشن. سيركيوليشن يعني دوره دمويه، هايبر يعني زياده، ودايناميك يعني حركه، فهي دوره دمويه سريعه. نبدا ناخد الامثله، وبالامثله بقى يعني شوفوا الحته المربع اللي فوق دوت، ده احتفظوا بيه، خدوه سكرين، احتفظوا بيه، اكتبوه، ارسموه، لان فعلا ده هيحل لكم كل المشاكل بتاعه اي سبب بيعمل هاي كاردياك اوتبوت فيلير. تعالوا بقى نشوف الاسباب ونسقطها عليها. اول سبب الانيميا، فقر الدم. عين الانيميا ايه مشكلته؟ الهيموجلوبين عنده قليل والار بي سيز قليله. طب الهيموجلوبين دوت يعني ايه فكرته او بيعمل ايه؟ ده اللي بيشيل الاكسجين يوديه للتشو، فبالتالي التشو فيها هايبوكسيا. طب التشو لما يكون فيها هايبوكسيا مش هتعرف تتنفس تنفس هوائي، هتتنفس تنفس لا هوائي، حاجه اسمها انيروبيك جلايكوليسيس، يعني تحرق الجلوكوز بطريقه لا هوائيه، وده بينتج عنه ميتابولايت، نواتج ايض يعني بتعمل فازو دايلاتيشن، فبالتالي الريزيستنس هتقل. دي حاجه. كمان الهيموجلوبين دوت لما هيقل في الدم والار بي سيز هتقل في الدم، معناها ان الشيء الصلب في الدم هيقل، يعني لزوجه الدم هتقل، فبالتالي الفيلوسيتي تزيد، فالبريلود يزيد والهارت ريت يزيد. بس كده. يبقى هو ده ليه حصل له زياده في الكاردياك اوتبوت، وفي نفس الوقت فيه فيلير عنده. يبقى الانيميا عملت نقصان في الفيسكوزيتي وعملت نقصان في الريزيستنس، فزودت الفيلوسيتي. جميل. وزياده الفيلوسيتي دوت طبعا بتخلي مفيش ترانزيت تايم، الترانزيت تايم قليل، فالتشو مش عارفه تاخد احتياجاتها، وعرفنا ليه في هاي كاردياك اوتبوت. الحاجه الثانيه الارتيريو فينس فيستولا، واصله ما بين الارتري والفين، هي دي واصله كده ما بين الارتري والفين. ده محتاج نرجع للانترودكشن اللي انا قلت مهمه جدا. كان في شريحه اسمها تايبس اوف فيزلز، قلنا ارتري، ارتريول، وهكذا. اللي يهمني بقى الارتريول، قلت دوت هو اللي فيه الريزيستنس. طيب هنا انا الدم ماشي ماشي، المفروض لسه ما وصلش للارتريول، هو في الارتري، ومره واحده لقى تحويله، قام جاي هوب خارج، راح من الارتري للفين على طول، يعني عمل باي باس للارتريولز، يعني عمل باي باس للبريفرال ريزيستنس، للمقاومه اللي في الارتريول. يبقى بالتالي الريزيستنس هتقل، منطقي جدا، وبالتالي الفيلوسيتي هتزيد، ويحصل نفس السايكل اللي احنا قلنا عليها. فدي فكره الاي في فيستولا. بعد كده عندنا الهايبر ثايرويد، يعني الثايرويد جلاند شغاله زياده عن اللزوم. الثايروكسين هو الهرمون بتاع الولعه، بتاع الحريقه، بيولع الجسم، بيخلي الميتابوليزم عالي جدا جدا جدا. طب مع العمليات الايض لما تعلى هتطلع فازو دايليتور ميتابولايت، يبقى هيقلل الريزيستنس. دي حاجه. كمان الميتابوليزم الزياده هيخلي احتياجات التشو زياده، يعني هيزود التشو نيدز. دي حاجه. هنجمع الكلام ده كله في الاخر، بس ركزوا فيه. الثايروكسين كمان اللي طالع دوت بيروح على القلب ويشتغل، وكمان يشغل السمباثيك نيرفس سيستم ويروح على القلب ويشتغل، ويزود الستروك فوليوم ويزود الهارت ريت، يعني ببساطه بيزود الكاردياك اوتبوت. يبقى العين ده عنده زياده في الكاردياك اوتبوت نتيجه اللي هو الثايروكسين والسمباثيك اكتيفيشن، زودوا الهارت ريت وزودوا الستروك فوليوم، وكمان عنده ديكريز في الريزيستنس. اخر حاجه الاذرز، البقيه بقى. اول حاجه هو بيزود الار بي سيز فورميشن، فعشان كده لما بيقل ممكن يدخل في انيميا. تاني حاجه بيزود الكاتيكولامين اكتيفيتي، فلما بيزيد ممكن تلاقي العيان عنده يعني نيرفسنس كده، ويقول لك يعني ان في زياده في نشاط الادرينرجيك. طب ليه الادرينالين نشاطه زاد؟ لان انا زودت حساسيه الريسبتورز بتاعه الادرينالين، فده بيساهم اكتر واكتر في الكارديوفاسكولار سيستم افكشن والاريثميا والحاجات دي. اخر حاجه انه مهم عشان يحول لك الكاروتين الى فيتامين اي، فبالتالي لو مش موجود مش هعرف اصنع فيتامين اي من الكاروتين، فالكاروتين يتراكم في الجسم ويبدا يعمل لك صبغه كده، اللون الجلد يبقى مصفر شويه. عشان كده ده من ضمن الاسباب اللي يعمل لك يلوش ديسكالاريشن في عيان الهايبوثايروديزم. كده انا خلصت الفسيولوجي بفضل الله. نروح بقى على الانفستيجيشن برنسبلز كده. اول حاجه في الانفستيجيشن ان انا ممكن اقيس الهرمون نفسه، يبقى دي اول حاجه في الانفستيجيشن كده، ثايرويد هرمون ميجرز، سواء ان انا هقيس الفري او التوتال، بس مين الادق؟ الفري، واحنا شرحناها خلاص فمش هنعيدها. طب هضيف بقى حته موجوده عندكم في الكتاب كده مهمه، هي مكانها هيتقال في الحته ديت، انا بديك تقسيمه عامه كده، وكده كده هنرجع ان شاء الله مع درس الهايبوثايروديزم هنقرا الكتاب، وبعد درس الهايبوثايروديزم هنقرا الكتاب، وفي الاخر اقرا لك بقى جزء اللي هو المقدمه دوت، لانه في الاخر في اضافات لازم هنبقى عرفناها الاول في الهايبو والهايبرثايروديزم. الحته اللي هي الثايرويد بايندنج جلوبولين بتتاثر بايه؟ والله في حاجات ممكن تزودها زي البريجنانسي، استروجين، والكونجينيتال. كونجينيتال حاجه كونجينيتال خلاص سيبك منها. البريجنانسي والاستروجين نفس الفكره. الاستروجين بيعمل ايه؟ البريجنانسي فيه استروجين عالي يعني الطبيعي، الاستروجين بيزود الهيباتيك برودكشن بتاعه الجلوبولين، فبالتالي هتمسك اكتر في الثايرويد هرمون، ده منطقي، فهيزيد الثايرويد بايندنج جلوبولين، فهيزيد عندك المسك فيها، فممكن يزيد عندك التوتال فولسلي.
العكس بقى، لو في حاجه بتقلل الثيرويد بايندنج جلوبولين اصلا زي ليفر سيل فيلير، المصنع عطل فالجلوبولين تصنيعها قل. نيفروتيك سندروم بتفقدها في اليورين، فيها هيفي بروتينوريا. مال نوتريشن، ما انت مش بتاخد بروتينات عشان تصنع بروتينات اصلا. ممكن كونجيتال وممكن اندروجين. طب ليه الاندروجين بتعمل كده اللي هي الهرمونات الذكريه؟ الله اعلم، مش معروف السبب ايه عشان ما نفتيش يعني. تاني حاجه الكنترول ميجرز، اقيس بقى الكنترول. تقول لي يا دكتور ده انت قلتها لنا في المقدمه ان في العلامات المهمه جدا للديسفانكشن في الاندوكراين سيستم فقدان الريجوليشن اللي هو فقدان الكنترول. طب اول حاجه في الكنترول مين؟ التي اس اتش، وده الموست سنسيتيف هرمون تقيسه. من غير ما اخش في تفاصيل بقى هنفهمها ان شاء الله اكتر في الهايبو والهايبر ثايرويدزم. تاني حاجه ممكن تعمل حاجه اسمها تي ار اتش ستيميوليشن تيست. تقول لي صح يا دكتور انت قلتها لنا بالفعل التي ار اتش ستيميوليشن، ما دام قلت ستيميوليشن يبقى انا شاكك اكتر في مين؟ في ديفيشنسي. الديفيشنسي بختبره بيه الستيميوليشن، صح، وهنفهمها هناك ان شاء الله في اماكنها في الدروس. ممكن اعمل تي 3 سبريشن تيست، مظبوط، يبقى سبريشن يبقى انا شاكك فيه زياده في الهايبرثايروديزم، صح، دي كلها انا قلتها هناك يعني في المقدمات. بقيس التي 4 ليفل او حاجه اسمها راديو اكتيف ايودين ابتيك، هنقولها ان شاء الله في مكانها. قبل وبعد ما ادي التي 3 سبريشن تيست المفروض لما انا ادي التي 3 هيحصل نيجاتيف فيدباك انهبيشن، فيقل عندي التي 4 ويقل عندي الراديو اكتيف ايودين ابتيك، هنفهمهم ان شاء الله. في بقى حاجه اسمها تي 3 ريزين ابتيك، وانا هنا هديك بس البرنسبل واديك النتائج كده سريعا واحده واحده. انا بعمل ايه في التست ده؟ بجيب عينه دم من العيان، سيرم، عينه دم من العيان. العينه دي فيها ايه؟ فيها ثايرويد بايندنج جلوبولين جايه من العيان اصلا، وبضيف انا من بره عليها كده حاجه اسمها ريزين، والريزين ده بيحب يمسك في التي 3. حلو. طيب وبحط حاجه اسمها ليبلد تي 3 او تي 3 مشع، انا حاطط عليه بتاع صفرة كده اكني معلمه بالطباشير عشان اعرف ان انا اقيسه، ما هو لازم يبقى مشع عشان اعرف ان انا اقيسه. طب هو السيرم بتاع العيان انا فصلت منه الثايرويد بايندنج جلوبولين لوحده؟ لا، انا جايبه بالثايروكسين اللي عليه او بالتي 3 اللي عليه، فكده كده في تي 3 اصلا جاي عليه. فالطبيعي ان انا ببقى جايبه ده كده النورمال ليفل، مثلا هنفترض ان هو 3 جزيئات ماسكين بهذا الشكل. حلو. طب لما انا احط عليهم الراديو ليبلد تي 3، واحد هيمسك هنا في الثايرويد بايندنج جلوبولين والتاني مش هيلاقي له مكان فهيمسك في الريزين. فلما اجي اقيس النسبه هتطلع مثلا ان مسك تقريبا 25% بس من اماكن الفاضيه في الريزين. حلو، ده المنطقي، يبقى ده النورمال الطبيعي. ماشي. تعال نشوف الصوره دي كده. لو زاد عندي الثايرويد اللي في دم العيان، الاربعه هيمسكوا هنا في الثايرويد بايندنج جلوبولين، ما عادش في اماكن خلاص فيه، فبالتالي الريزين ابتيك هيزيد، بدل ما كان واحد بيمسك بقوا اتنين بيمسكوا، فزاد عندي الريزين ابتيك، تي 3 ريزين ابتيك. طب ليه زاد؟ لان ما عادش في اماكن في الثايرويد بايندنج جلوبولين، حصل لها ساتيوريشن. فلما يزيد عندي التي 3 ريزين ابتيك ده بيحصل في حالات الهايبرثايروديزم اللي فيها الثايروكسين زياده. طب تفهمها اكتر ازاي؟ لو انا عندي جزء واحد بس، يعني عندي هايبوثايروديزم، فمسك هنا هيجي الاثنين التانيين يمسكوا في الثايرويد بايندنج جلوبولين ومفيش حاجه هتمسك في الريزين، فيقل عندي التي 3 ريزين ابتيك، ده في حالات الهايبوثايروديزم لان فيها اماكن كتير فاضيه في الثايرويد بايندنج جلوبولين لان الثايروكسين اللي عند العيان قليل. فهمتوا ازاي؟ ده فكره التست، وقلنا النتائج كمان. في تيست تاني يعني هو ما عادش بيستخدم اصلا، اسمه فري ثايروكسين اندكس او فري تي 4 اندكس. تي 4 هو نفسه الثايروكس، ده كان بيتعمل زمان قبل ما يعملوا طريقه لقياس الفري بورشن بتاع الهرمون. كان بيقول لك ان الفري ثايروكسين اندكس يساوي توتال تي 4 مضروبا في التي 3 ريزين ابتيك. كان الفكره بتاعته ايه؟ ان انا احيد وافويد الثايرويد بايندنج جلوبولين تشينجز بايس، الخطا اللي ممكن يحصل نتيجه ان انا عندي زياده في الثايرويد بايندنج جلوبولين او النقصان. طب ازاي؟ دلوقتي لو انا عندي مثلا نقصان في الثايرويد بايندنج جلوبولين، طبيعي التوتال تي 4 هيقل، بس في نفس الوقت التي 3 ريزين ابتيك هيزيد. ازاي؟ احنا لسه قايلينها، الاماكن اللي هتكون متوفره عشان يمسك فيها اصلا الراديو ليبل تي 3 هتكون قليله لان مفيش جلوبولينز اصلا، فبالتالي هيزيد الريزين ابتيك، فنقصان ده هيقابله زياده ده، فالاثنين يطيروا بعض، فاعرف ان انا احسب نسبه من غير ما اتاثر بالتشينجز بتاعه الثايرويد بايندنج جلوبولين. بس ده طبعا تم استبداله خلاص لما اكتشفنا الفري هرمون ليفل ديتكشن، خلاص فما عادش ليه لازمه قوي. في حاجات اضافيه هنتكلم عنها في اماكنها ان شاء الله في الدروس، اللي هو راديو اكتيف ماتيريال، ان انا ادي مواد مشعه وابدا اقيسها، زي الراديو اكتيف ايودين ابتيك، بدي يود مشع وابدا اقيس الابتيك، او تكنيشيوم ماده برضو صبغه مشعه وابدا اقيس الابتيك بتاع الميتابوليكالي اكتيف سيلز، وبيفيد اكتر في السرطانات. في حاجات اذرز زي بقى ان انا اقيس مثلا بالالترا ساوند كده الحجم بتاع مثلا نوديول معينه، اعرف هي سيست ولا سوليد ماتيريال، ده مهم قوي. وممكن اسحب بايوبسي منها بحاجه اسمها فاين نيدل اسبيريشن بايوبسي، لكن احفظ دي مني عشان هتحتاجها في الثيرويد كانسر، ان الفاين نيدل اسبيريشن بايوبسي لا تفرق ما بين الفوليكولار ادينوما والفوليكولار كارسينوما، دي مهمه قوي. حاجات تانية بقى اضافيه زي البيزا ميتابوليك ريت، السي بي سي، الكالسيوم ليبيد، سيرم كرياتين كاينيز، ال دي اتش، جلوكوز سيرانس تيست، دي كلها هقولها ان شاء الله مع الهايبو والهايبر ثايرويدز. وده كده نكون خلصنا الانفستيجيشن بفضل الله، وخلصنا الانترودكشن بتاعتنا. تعالوا بقى هنخش ان شاء الله في الهايبو ثايروديزم.